مرحبا بكم متابعين في قناة بيت الخبر. الجيش المغربي له تاريخ طويل يمتد لقرون، حيث كان دائما جزءا أساسيا من هوية المملكة المغربية، وتتجلى قوته بشكل واضح في اعتماده على التكنولوجيا المتقدمة والتحديث الدوري لترسانته بقوة برية وجوية وبحرية متكاملة، قادرة على الدفاع عن الوطن ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. فهو ليس مجرد قوة دفاعية عادية، بل هو جيش مجهز بأحدث المعدات والتقنيات التي تجعله من أقوى الجيوش في المنطقة. وفي هذا العمل مشاهدينا سنتعرف على أقوى الأسلحة التي يمتلكها الجيش المغربي لسنة 2025. لذا متابعينا لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لتلقي فيديوهات مختلفة حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية في العالم العربي. دبابة أبرامز. هذه الدبابة هي العمود الفقري للقوات المدرعة المغربية، فهي قادرة على القتال مهما كانت ظروف البيئة القتالية، وهي مزودة بدروع متطورة ومدفع يوفر قوة نيران هائلة وفعالية في الميدان، مما يعزز دقتها في التصويب وتدمير الأهداف. تعتبر هذه الدبابة من أقوى دبابات القتال الرئيسية في العالم، حيث تجمع بين الحماية العالية والأداء القتالي المتفوق، كما تتميز بجسم كبير وقدرة عالية على المناورة. كما لديها القدرة على إطلاق القذائف بثبات حتى عند التحرك بسرعة عالية بدقة عالية. يتوفر لدى الجيش المغربي 222 دبابة أبرامز، وهي أفضل الدبابات في الخدمة لدى القوات المسلحة الملكية. كما تعاقد المغرب على 162 دبابة أخرى، وهي النسخة الأكثر تقدماً. طائرة هاروب الانتحارية بدون طيار، وهي طائرة بدون طيار انتحارية طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية، ويمكنها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 6 ساعات، مما يمنحها مرونة عالية في تنفيذ المهام الهجومية والقدرة على تدمير الأهداف الحيوية بدقة عالية. قامت القوات المسلحة المغربية بدمج طائرة هاروب بدون طيار في ترسانتها العسكرية لتعزيز قدراتها على الردع والهجوم، حيث يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المهام، من جمع المعلومات الاستخباراتية إلى تنفيذ هجمات على أهداف معادية. وظهرت أخبار حصول المغرب على طائرة هاروب انتحارية لأول مرة في عام 2021، حيث كشفت الصحف الإسرائيلية حينها أن إسرائيل باعت طائرتها بدون طيار للمغرب في صفقة تقدر ب22 مليون دولار. مدفع القيصر هو مدفع فرنسي الصنع يتميز بقدرته على المناورة ودقته العالية في الإصابة. تم تطويره ليكون خفيف الوزن مقارنة بالمدافع التقليدية. يبلغ مدى مدفع القيصر حتى 40 كيلومترا، مما يجعله قادرا على استهداف العدو من مسافات بعيدة، وهو مزود بمجموعة من الذخيرة العادية والعنقودية والموجهة القادرة على إصابة أهداف مختلفة بدقة عالية. وقد ضمه الجيش المغربي إلى ترسانته لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية، كما أنه جزء من استراتيجية المغرب الحديثة لتعزيز قوته العسكرية وتطوير ترسانته بأسلحة متطورة. الجيش المغربي يمتلك 36 مدفعاً من هذا النوع في صفقة قيمتها الإجمالية 170 مليون يورو، من بينها كمية كبيرة بما في ذلك من الذخيرة. مروحية الأباتشي. تستعد المغرب للحصول على سرب من مروحيات الأباتشي الأمريكية المتخصصة في المهام القتالية العسكرية، حيث لا يفصلنا سوى أشهر قليلة عن وصول 24 مروحية إلى المملكة المغربية. وتعتبر من أكثر المروحيات الهجومية قوة وفتكا في العالم، حيث تتميز بقدرتها على البقاء والقتل في ساحة المعركة، وهي معروفة بكونها قاهرة المركبات المدرعة. تم تصميمها لتكون سريعة الاستجابة وقادرة على الهجوم من مسافات قريبة أو بعيدة، مما يجعلها إضافة مهمة للقوات الجوية الملكية المغربية. تتميز بأنها تضم مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات، ومجهزة بأحدث الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، مثل نظام الرؤية الليلية وأجهزة الاستشعار المتقدمة. راجمة BLH-3.
هو نظام إطلاق صواريخ متعدد الإطلاق صمم وصنع في الصين، وهو من أكثر أنظمة الصواريخ فعالية ودقة في العالم، مصمم ليكون قادراً على إطلاق وابل من الصواريخ بمدى يصل إلى 150 كيلومتراً، مما يجعله من أقوى أنظمة إطلاق الصواريخ في العالم، ويعتبر هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث يمكن لبطارية من 6 قاذفات إطلاق 72 صاروخاً في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، والتي يمكنها تدمير مدينة صغيرة في غضون دقائق. ويمتلك الجيش الملكي المغربي 36 منصة إطلاق من هذا النوع، والتي حصل عليها من الصين في عام 2009. طائرة بيركتار TB2. قرر المغرب في مارس سنة 2021 تعزيز قدراته الدفاعية من خلال شراء طائرة بيركتار، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الطائرة جزءاً أساسياً من قوة الردع الجوي المغربية، بعد أن أثبتت كفاءتها في العديد من المهام في الصحراء المغربية. تمتلك عدداً من المميزات التي تجعلها من أفضل الطائرات بدون طيار في العالم، حيث أنها قادرة على التحليق لمدة تصل إلى 27 ساعة متواصلة، ومجهزة بكاميرات حرارية وتقنيات تصوير متطورة تمكنها من تنفيذ مهام في ظروف جوية صعبة، واستخدامها من قبل الجيش المغربي يعزز قدراته على الاستطلاع والرصد الدقيق لأي تهديدات محتملة، كما تلعب دورا محوريا في المهام الهجومية ضد جبهة البوليساريو بفضل قدرتها على توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف العدو. راجمة الصواريخ هيمارس هي من أكثر قاذفات الصواريخ فعالية في ساحة المعركة الحديثة، وتتميز بقدرتها على إطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ بدقة عالية، مع القدرة على التحرك بسرعة لتجنب الردود المعادية. ويبلغ مدى الصواريخ التي تطلقها هيمارس نحو 70 كيلومتراً باستخدام الصواريخ التقليدية، ويمكن أن يصل المدى إلى 300 كيلومتر باستخدام الصواريخ الباليستية، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على الوصول إلى الأهداف البعيدة بدقة متناهية. ويعتبر المغرب أول دولة في القارة الأفريقية وثالث دولة عربية تحصل على هذه الصواريخ، ويعزز الحصول على هذه الصواريخ واستخدام هذه القاذف قدرات المغرب الدفاعية والهجومية، حيث يمكن استخدامه لضرب مواقع العدو الاستراتيجية من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى الاشتباك. فرقاطة محمد السادس هي فرقاطة فرنسية الصنع من فئة فيريني، تم تسليمها للبحرية الملكية المغربية سنة 2014، وتعتبر من أهم وأقوى السفن السطحية القتالية العاملة حاليا في البحرية المغربية، حيث تتميز بتصميمها الشبحي وتجهيزها بأسلحة متطورة، منها صواريخ مضادة للطائرات. الفئة السادسة لديها أنظمة رادار متطور، بالإضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية متطورة. هذه الأنظمة تمنحها القدرة على اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والبحرية على مسافات بعيدة، مما يجعلها ركيزة أساسية في حماية السواحل والمياه الإقليمية المغربية. طائرة F-16 هي طائرة مقاتلة أمريكية الصنع مصممة لتكون طائرة خفيفة الوزن قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام الجوية، وهي من أقوى الطائرات الحربية في الترسانة الجوية المغربية. يمتلك الجيش المغربي أسطولا يتكون من 48 مقاتلة من هذا النوع، وهي من أحدث وأقوى الطائرات في المنطقة، وقد اشترى المغرب هذه الطائرات من الولايات المتحدة لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية. وقد تم تحديث وتطوير هذه الطائرات بشكل دوري لمواكبة أحدث التقنيات العسكرية، وتتميز مقاتلة F-16 بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة بكفاءة عالية، فهي قادرة على تنفيذ عمليات الهجوم الجوي والاعتراض والدعم الجوي القريب بفضل أنظمة التحكم المتقدمة والأسلحة المتطورة التي تمتلكها. كل ما سبق ذكره كان مجرد لمحة عامة عن الأسلحة المشهورة التي يمتلكها الجيش المغربي، لكن هناك أسلحة أخرى سنذكرها بالتفصيل في حلقات قادمة، كأنظمة الدفاعات الجوية المتنوعة ودبابات ومدرعات وأنظمة تجسس وحرب إلكترونية. لكن قوة المغرب ستتضاعف نظرا لعقده لعدة صفقات واتفاقيات صناعية ستمكنه من صناعة العديد من الأسلحة والطائرات المسيرة داخل المغرب، دون أن ننسى أن العديد من الصفقات المغربية تجرى بطريقة سرية ولا يعلمها الخبراء والمحللين العسكريين.
كما أشارت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة إلى احتمال شراء المغرب طائرات F-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن رغم عدم وجود تأكيد رسمي في هذا الإطار. غير أن متابعين للشأن العسكري استبعدوا إقدام الرباط على شراء هذا النوع من المقاتلات لاعتبارات كثيرة، من ضمنها تكلفتها العالية ووجود بدائل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية وملائمة أيضاً للاحتياجات الدفاعية للمملكة المغربية. في هذا الإطار يقول الخبراء في الشؤون العسكرية إن طائرة F-35 الأمريكية تعد واحدة من المقاتلات الشبحية الأكثر تطوراً في العالم، تشغلها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في حلف الناتو إلى جانب إسرائيل، كما أن سرعتها تصل إلى 1900 كيلومتر في الساعة وتعتمد تقنيات عالية تساعدها على التخفي، ما يصعب من مهمة إسقاطها أو رصدها من طرف الرادارات.